تعالَ أدّيك الخلاصة وأقول لك لو عايز تروح مطروح السنة دي أنت وعيلتك ومش عارف تعمل إيه. هاقول لك على أحسن الأماكن اللي ممكن تسكن فيها وأحلى الشواطئ اللي تروحها وأهم المطاعم والخروجات والactivity اللي ممكن تعملها في مطروح. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلّوا على النبي وتدعمونا بلايك وfollow وتعالوا نعيش التجربة كاملة مع بعض. لا ساحل ولا مارينا، مطروح أولى بينا، اديله. أول حاجة طلعنا تبع شركة الروضة للسياحة، خبرة أكتر من 34 سنة في مجال السياحة، معاهم أكتر من خيارات ليك في مطروح في الفيروز ورومل والأبيض ونادي القوات المسلحة. إحنا الصراحة حبينا نكون قريبين من وسط البلد في مطروح وحجزنا معاهم شاليه في قرية رومل آيلاند 10 دقايق من شارع اسكندرية بالعربية. القرية دي اختيار مناسب جدا للناس اللي بتحب الهدوء والروقان. إحنا حبينا حمام السباحة بتاعها أوي، تخيل حمام سباحة على فيو البحر الخطير ده، قمة الروقان والصور الجامدة كلها. مبسوط يا معاذ في مطروح؟ طبعا مبسوط. مطروح مطروح. والقرية بتطل على بحر مفتوح موجود فيه صخرة العريضة، ودي صخرة مشهورة جدا كل الناس بتروح تتصور هناك. وقصاد بوابة القرية شاطئ رومل، شاطئ هادي جدا ومناسب جدا للأطفال، وكمان بيعملوا في القرية حفلات لذيذة خالص، الأطفال هيحبوها جدا. اديله. والشركة بتوفر انتقالات كل 5 أيام بفوج بتوصلكم لمكان السكن، وبرنامج لكل شواطئ مطروح المميزة، يعني مفيش دلع أكتر من كده. وتقدروا تحجزوا معاهم من خلال أرقامهم اللي هسيبها لكم على الصفحة بتاعتهم من أي مكان في مصر، وهسيب لكم باقي التفاصيل في الكومنتات.